الغاليين اهل مصر، اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. ممكن قوي تكون راكب عربيه من اللي ب 20 30 مليون، بس ما تعرفش تنزل منها تركب باص تسوقه، يعني ده اللي انا اقصده. او تعرف تسوق تريلا، او تعرف تسوق جرار. فالسواق مش بتمن المعده اللي راكبها او بتمن العربيه اللي راكبها، السواق ده حرفه. عشان كده اللي بيسوق التريلا لازم يكون معاه رخصه مهنيه اسمها درجه اولى، لكن اللي بيسوق الملاكي سواق، يعني زي اللعيب المحترف واللعيب العادي. انا بقول لك الكام كلمه دول ليه؟ عشان احنا من اسبوعين او من اسبوع سامعين كلام كتير قوي بسبب نشوب الحرب الهنديه الباكستانيه، وان الطيارات وقعت، وان احنا اشترينا طيارات مش كويسه وبتاع. انا عايز اقول لك ان العبره مش بالمعده، العبره باللي راكبها. واحكي لك قصتين بساط جدا، واحده من 50 سنه بالظبط، واحده من اسبوع او من 3 4 ايام. اللي من 50 سنه دي شهيد طيار ملازم اول طلال سعد الله، سنة 70 تحديد يوم 21/4 سنة 70، طلعة جوية من مطار المنصورة الحربي، طيارة ميج 17 تابعة للسرب 62، طلعة تضرب قواعد صواريخ خوك للعدو الإسرائيلي. نفذ المهمة بنجاح، إلا إن اتصابت طيارته في مؤخرتها، وادت له تعليمات إن اهبط بالباراشوت عشان الطيارة بتولع، إلا إنه شاف موقع تاني قدامه، فنده على القيادة وقال لهم أنا هدمر الموقع التاني ونتقابل في الجنة إن شاء الله. وبالفعل الطيارة خد القرار في ثواني، طيارة عبارة عن كتلة نار، إلا إنه هو نزل على موقع للعدو الإسرائيلي ودمره كاملة، سواء طياراته وجنوده وصواريخ الدفاع الجوي بتاعته. هو ده الطيار المصري، هو ده الطيار المصري. من 4 5 أيام حادثة مماثلة، 2 طيارين طيارة تدريب بالقرب من سواحل راس البر، حصل عطل في الطيارة. الطيار الرائد محمد سليمان رحمة الله عليه ادى أوامر للملازم أول باسم شبل اللي معاه في الطيارة بأنه يهبط بالباراشوت هو وينجو، وهو هيكمل بالطيارة عشان ما تنزلش في محيط السكاني لمدينة راس البر. إلا إن الملازم أول رفض، وتشاهدوا الاتنين ونزلوا بالطيارة في المياه عشان خاطر ما يكونش فيه ضحايا في مدينة راس البر. فهنا ضحوا بنفسهم عشان خاطر الشعب المصري ما يجرالوش حاجة. هو ده الطيار المصري. عرفت ايه الفرق بقى ما بين المعدة دي والمعدة دي؟ الفرق في الطيار المصري. الطيار المصري النهاردة له تضحيات كتيرة جدا، وقدم كلام كتير جدا، والدليل في كده ان احنا كنا في حرب اكتوبر نقل عن القوات الإسرائيلية بمراحل في المعدات وفي الطيران. احنا محاربين بطيارات تدريب، احنا اقتحمنا خط بارليف بطيارات تدريب. احنا كل اللي عندنا الميج 17 اللي هي موديل 64، وهم كان عندهم الاف 16 وكان عندهم الفانتوم. عرفتوا احنا عملنا ملحمه ليه؟ لان كان عندنا الطيار. الفرق يا جماعه في المعده، في اللي راكبها، مش في المعده بكام. عشان كده احنا جيشنا رجاله، وجيشنا قد اي حد. علموا اولادكم الوطنيه، علموهم حب مصر، مش كده ولا ايه؟